ازاي تعرف انها عايزه تتجوزك وتخليك شريك حياتها؟ او السؤال بطريقه تانية، ازاي تتاكد انها فعليا عايزاك تكون جوزها مش مجرد معجبه وبس؟ عشان كده في الفيديو ده انا هتكلم على علامات غامضه ومخفيه شويه لو لقيتها في البنت اللي انت معاها في علاقه، فخليك متاكد ان البنت دي بتفكر ان انت تكون جوزها مش مجرد معجبه وبس. بس مش عايزك تفرح قوي وتفتكر ان الفيديو ده فيديو جميل ورومانسي وهتكلم فيه على علامات ممكن موجوده في البنت اللي انت معاها في علاقه انها شايفاك ان انت جوزها وبتفكر فيك ان انت تكون جوزها. لان انا في الفيديو ده في نفس الوقت لو العلامات دي مش موجوده في البنت اللي انت معاها في علاقه فمش عايز اصدمك، بس خليني اقول لك بكل واقعيه البنت دي مش بتفكر ابدا انها تخليك شريك حياتها. وفي نفس الوقت لو انت فاكر ان العلامات دي هي عباره عن مثلا انها بتتكلم معاك طول الوقت او 24 ساعه، او انها طول الوقت مثلا بتسمعك كلام جميل ورومانسي وبتقولك انها بتحبك جدا، او انها حتى تكون قالتها لك صراحه ان انا عايزاك تكون شريك حياتي وتكون جوزي، فانت فاهم غلط. العلامات مش دي ابدا. امال ايه هي العلامات دي؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض النهارده باذن الله. عايزاك شريك حياتها في بره الصندوق. بس قبل اي حاجه ما تبخلوش عليا باللايك، لان اللايك بيزود انتشار الفيديو بشكل كبير جدا، وده هيساعد ان الفيديو يوصل لناس تانية وناس تانية هتستفيد اكتر واكتر. وفي نفس الوقت لو انت لقيت الفيديو مفيد او حسيت ان في واحد صاحبك الفيديو ده هيكون محتاجه، فما تبخلش عليه ان انت تبعت له الفيديو ده عشان تكسب اجر وثواب ان انت ساعدت الشخص ده. ودلوقتي خلينا على طول نخش في موضوع الحلقه. اول علامه معانا هي انها اغلب كلامها معاك بيكون على المستقبل مش على الحاضر ولا على الماضي. هتلاقيها دايما وهي بتتكلم معاك كل حاجه بتفكر فيها في المستقبل. لو انت بتتكلم دلوقتي في موضوع على سبيل المثال، هتلاقي على طول بتقول لك هو احنا يعني بعد كده لو عشنا مع بعض هل انت هتفكر بنفس الطريقه؟ هل انت مثلا هتفضل تتعامل معايا بنفس الطريقه اللي انت بتتعامل معايا بيها دلوقتي؟ واكيد طبعا هتلاقي كلامها كتير جدا بتفكر فكره هو البيت بتاعنا هيبقى عامل ازاي، شكل البيت بتاعنا هيبقى نظامه ايه، انت بتحب يبقى مثلا ايه موجود هنا وايه مش موجود هنا. وطبعا الحاجه الشهيره المعروفه جدا اللي هي هتلاقيها بتتكلم معاك على فكره حتى الاولاد، انت عايز تخلف ولا لا، عايز تخلف كم ولد، لو جه ولاد او بنات هتسميهم ايه، انت عايز تربي العيال ازاي. هتلاقيها دايما بتفكر في المستقبل مش دايما بتتكلم معاك في الحاضر. وزي ما قلت في اول الفيديو مش فكره انا جاي اصدمك، بس عايزك تفهم كويس. لو البنت اللي انت معاها في علاقه دلوقتي لقيتها دايما كلامها معاك على الحاضر، اللي هي بس بتتكلم معاك بتحكي لك يومها وبتسمع يومك وبس كده خلاص، مفيش اي كلام له علاقه بالمستقبل، فخليك عارف ان بنسبه كبيره جدا البنت دي ما بتفكرش فيك في المرحله الحاليه ان انت تكون جوزها. لو هي فعليا بتفكر ان انت تكون جوزها هتلاقي دايما كلامها معاك على المستقبل اكتر بكتير جدا من الحاضر. وده دلوقتي اللي بينقلنا للنقطه الثانيه، وهي فكره لو حصل مشكله بينكم مش بتهدى حرفيا لحد ما المشكله تتحل نهائي. هشرح لك يعني ايه. يعني بكل بساطة انت لو حصل بينك وبينها مشكلة مش هتلاقيها كده بتعدي المشكلة وخلاص وعايزة بس يكون الجو لطيف وتمام وخلاص كده، لا ابدا. هتلاقيها بتتكلم معاك في المشكلة انها عايزة تحل المشكلة من جذورها. انا هنا ما اقصدش ابدا انها هتنكد عليك وهتفضل تتخانق معاك وهتفضل تفتح معاك الحوار كل شوية، لا ابدا، مش ده اللي انا بقصده. انا اللي بقصده ان لو حصل مشكلة معينة هتهتم جدا تعرف اصل المشكلة ده ايه وايه اللي ادى ان المشكلة دي تحصل ما بينكم عشان المشكلة دي ما تتكررش قدام. وهتلاقيها حرفيا لو انت خارج معاها في مشوار او انت بتتكلم معاها في التليفون وحصل المشكله دي هتلاقيها نسيت كل حاجه وبتتكلم معاك بس في المشكله دي، وكل همها حرفيا ان المشكله دي ما تتكررش تاني بينكم. وده ليه؟ لان ده زي ما قلت في النقطه الاولانيه هي دايما بتفكر في المستقبل، هي عايزاك تكون جوزها. فلو هي عايزاك تكون جوزها مش هتكون عايزه المشكله دي تتكرر ما بينكم كتير، هتكون عايزه المشكله دي تحلها في ارضها زي ما بيقولوا، وعايزه تنهي المشكله دي تماما. وعلى النقيض خالص لو انت في علاقه دلوقتي مع بنت وحصل مشكله ولقيتها بس عايزه تعدي المشكله او مش عايزه تفتح الموضوع اساسا، مش بس ما تفتحش الموضوع دلوقتي بس هتفتحه بعدين، لا خالص، هي مش عايزه تفتحه خالص لان هي عايزه تقضي معاك وقت حلو وعايزه بس الوقت اللي بينكم يبقى وقت لطيف. فانا هنا خليني اصدمك واقول لك البنت دي مش شايفاك ابدا ان انت تكون شريك حياتها. البنت دي مجرد بتقضي معاك وقت تتسلى بيك، شايفاك انسان كويس بترتاح معاك في الكلام، فمش عايزه يحصل مشاكل ما بينكم، وبتتجنب نقاشات عميقه جدا بسبب انها مش عايزه يحصل مشاكل ما بينكم لانها هي شايفاك مجرد وقت وتسلايه. العلامة الثالثة معانا هتلاقيها حرفيا بتهتم جدا تعرف ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، وهتلاقيها على طول الحاجة اللي انت بتحبها دايما بتحاول تعملها وتحافظ على استمراريتها انها بتعملها لك، والحاجة اللي انت بتكرهها بتبعد عنها نهائي. والنقطة دي انا بعتبرها من النقط المهمة جدا، وانا هقول لك ليه دلوقتي. لو انت دلوقتي في علاقة مع بنت ولقيت البنت اللي انت معاها في علاقة حتى لو كانت مراتك، شوف بقول لك ايه، حتى لو كانت مراتك، لقيتها طول الوقت المشاكل اللي بينكم بتزيد، المشاكل بينكم بتزيد، او المشاكل بينكم عمالة تعيدها
هتعيدها برغم ان انت وصلت لها كذا مره ان المواضيع دي انا مش بحبها اساسا تحصل، فخليك متاكد ان البنت دي يا اما هي مش عايزاك اساسا تكون جوزها، او لو حتى لو هي متجوزاك هي متجوزاك عشان مصلحه معينه او عايزه تعيش بشكل معين، لكن البنت دي مش بتفكر فعليا انك تكون جوزها وتكون شريك حياتها بالطريقه السليمه. النقطه الرابعه والاخيره معانا واللي هي مهمه جدا جدا هي فكره هتلاقيها بتهتم بتفاصيل شغلك وبتفاصيل يومك، بس بشرط هي هتكون سند وداعم ليك. وحط تحت كلمه سند وداعم ليك مليون خط حرفيا، لان ممكن تلاقي البنت اللي قدامك هي حرفيا مهتميه جدا بتفاصيل شغلك ومهتميه جدا بتفاصيل يومك، لكن هي انت مش فارق معاها خالص. انت ولا هي بتفكر فيك، هي بتفكر في المصلحه اللي هتاخدها من وراك، وهي عايزه تعرف تفاصيل شغلك مش عشان تبني معاك حياه لقدام، لا خالص. هي بتفكر في تفاصيل شغلك عشان تعرف المستوى واللايف ستايل اللي هي طول ما هي على علاقه معاك هتعيشه، سواء كان في مرحله ما قبل الجواز او مرحله ما بعد الجواز. هشرح لك يعني ايه. البنت اللي قدامك لو هي بتفكر فيك انك تكون فعليا جوزها هتلاقيها بتهتم جدا بتفاصيل شغلك. هي بتيجي بتقول لك عرفني ايه اللي حصل معاك النهارده، الشغله دي حصل فيها ايه، الموضوع ده حصل فيه ايه. هتلاقيها بتسمع جدا تفاصيل شغلك، بس هتلاقيها في نفس الوقت بتقول لك كلام زي ما تحملش هم، ان شاء الله ربنا هيحلها، انا واثقه فيك، ان شاء الله الامور كلها هتبقى كويسه جدا، يا سيدي عدي ما فيش مشكله. او لو حتى لو انت ناجح في شغلك هتقول لك برافو عليك، خليك مكمل كده، انا دايما معاك، ولو احتجت اي حاجه هتلاقيني معاك. هتلاقي دايما البنت اللي حرفيا بتفكر ان انت تكون شريك حياتها او تكون جوزها دايما داعم ليك. عشان كده انا مش عايزك تتخدع باي بنت تيجي تهتم بتفاصيل شغلك، لان ممكن جدا تكون البنت اللي قدامك دي انت حرفيا بتساوي عندها صفر، وهتلاقيها بالرغم من كده بتسالك على كل تفصيله من تفاصيل شغلك، وانت كده هتفتكر ان البنت دي بتحبني وعايزاني اكون جوزها، والحقيقه عكس كده خالص. الحقيقه هي بتكون بتسال كل التفاصيل دي عشان عايزه تعرف من الاخر انت معاك فلوس كام او وضعك المادي ايه، عشان تكون ضامنه انها هتعيش في ليفل مادي معين وليفل اجتماعي معين مش هتقل عنه. وده اللي بيخليها دايما تسال عن تفاصيل شغلك. لكن النقطه اللي بتفرقها عن اي بنت تانية او البنت الكويسه اللي فعليا عايزاك تكون جوزها وتكون شريك حياتها بالطريقه السليمه، ان البنت التانية الكويسه دي هتلاقيها دايما في ظهرك، دايما بتساعدك. لو انت حصل لك دروب او انت متضايق او حصل اي حاجه او حصل اي مشكله في الشغل عندك، او لو حتى الشركه اللي انت شغال فيها مشوك او حصل اي حاجه، هتلاقيها دايما في ظهرك، هتلاقيها دايما بتساعدك، هتلاقيها بتهون عليك، هتلاقيها بتقول لك ما تحملش هم، ان شاء الله محلوله، انا واثقه فيك انت هتحلها باذن الله، طب بص هنا وبص هناك، طب اعمل كذا اعمل كذا. مش هتلاقيها ابدا ساعتها لو حصل لك مشكله هتقلب وشها عليك. عشان كده ما تستناش لحد ما تحصل المشكله، ركز كويس جدا في البنت اللي انت معاها، البنت دي بتسال عن تفاصيل شغلي اساسا ولا لا؟ ولو هي بتسال اسال نفسك البنت دي سند وداعم ليا ولا مجرد بتسال وخلاص عشان تجمع معلومات؟ وعشان كده مش عايز اصدمك برضو، بس لو لقيتها بتسال على شغلك عشان خاطر فكره بس بتجمع معلومات، وانت لما بيحصل لك اي دروب مش بتيجي تقف جنبك وتساعدك وفعلا بتكون حاسه بيك وكده، خليك عارف ان البنت دي عايزه مصلحه منك. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا جدا لو انت كملت الفيديو للمرحله دي. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ما تنسوش من بعد اذنكم تعملوا لايك، اللايك بيزود انتشار الفيديو، ولو لقيتوا الفيديو مفيد اكسبوا اجر وثواب ان انتوا تبعتوه لحد محتاجه. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن صفات المراه اللعوب والاساليب اللي بتستخدمها عشان تتحكم فيك كليا، فشوفوا الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.